خصك الفنادق، خصك لي زيروبور، خصك الطرق، خصك المواصلات، خصك التواصل، خصك الصحه، خصك بزاف ديال الحوايج. فالحمد لله خصنا نعرفوا غنعاودوا نقولوها له كاين شارج ديال لا فيفا راه فيه راه دقيق جدا، والحمد لله ما كاينش المشكل. يعني قدرنا اننا نديروا هاد يعني طلعنا حتى السقف طلعنا عالي جدا. فبرافو لكاع الناس اللي خدموا من بعيد او قريب. وهنا نتحدث عن قيمة التظاهرة تحدث عنها كارلو أنشيلوتي قبل ضربة البداية بالنسبة للنادي الملكي. رهن بشكل كبير على التتويج، رهن من أجل أن يكون تصحيح المسار من المغرب، وبالفعل تمكن من تحقيق الهدف بالنسبة لفريق الريال استعدادا للقادم، سواء بالنسبة للليغا وكذلك بالنسبة للشامبيونز ليغ. وزيد على ذلك الأرقام اللي تحققت إلى جانب الرقم الجماعي كإنجاز رقم 5 في مسيرة النادي الملكي في هذه المسابقة، الثالث في مسيرة كارلو أنشيلوتي على مستوى كأس العالم للأندية بعد 2007 رفقة إس ميلان، و2014 رفقة النادي الملكي، وثاني الألقاب في هذه المسابقة من جديد رفقة النادي الملكي. جاني انفانتينو يظهر رجل سعيد جدا بنجاح هذه التظاهرة. راهن على المغرب، والمغرب كان في الموعد. صحيح، لأنه علاش راهن؟ لأنه شافوا عين. أكيد بأن الحضور دائما تقريبا مستمر له يعني في المغرب. أكيد شاف البنية التحتية، وتكلمنا على المشاريع اللي شيد صاحب الجلالة نصره الله، اللي بكل صراحة اليوم كانت من بين يعني الأساسيات ديال النجاح بحال هذا المظاهر. صح، واللي خلات العالم الان يتحدث على المغرب. فحينما تحدث كارلو أنشيلوتي عن مركب محمد السادس، هنا كنتحدثوا على قيمه المشاريع الملكيه اللي الان هنا كيف كنقولوا كنجنوا الثمار ديال ما حققه المغرب بفضل العنايه المولويه لقطاع الرياضه وكره القدم على وجه الخصوص من خلال هذا الاشعاع العالمي. صحيح، ومشروع تي جي في اليوم شفنا بانه سهل يعني التنقل ديال لا الجماهير ولا اللاعبين ولا بكل سلاسه، وكما قال العلاوي يعني في اسرع وقت. وهذا هو المهم بالنسبه بحال التظاهرات، لانه تقدر تتفرج في هذا الماتش وتمشي تتفرج على الاقل في الشوط الثاني في مباراه اخرى. فتنظن بانه هذه المسائل هذه كلها اعطت قيمه المغرب، والناس بقات في الملعب باش تشاهد هذه المسائل الاحتفاليه الجميله جدا. فشفنا مستويات جميله في كره القدم، شفنا اقبال جماهيري كبير، لان عاده ملي كيتم اقصاء الفريق ديال البلد المنظم عباد الله ما كتبقاش تمشي للملعب. حنا مشينا للملعب وشجعنا، فكل شيء كان هائل، ما كاينش نقطه سوداء. ودورة الارقام القياسيه كما راهنت على ذلك او كما راهن على ذلك الاتحاد الدولي فيفا لكره القدم، حينما منح شرف تنظيم المونديالات للمغرب للمره الثالثه، نظمها 2013 2014، والثالثه كانت اجمل، الثالثه كانت بنكهه كذلك عالميه. استطاع من خلال المغرب ان يقدم نسخه استثنائيه على كافة الجوانب، والتي عرفت تتويج النادي الملكي فريق ريال مدريد بلقبه الخامس بعد ألقاب 2014 2016 2017 و2018. وختامه اليوم كان ختامه مسك، سواء على مستوى مباراة النهائي بحصيلة 8 أهداف في ظل ما قدم من أداء جيد من جانب الفريقين معا، ولا كذلك من خلال هذه الصور الاستثنائية وحفل التتويج لنجوم النادي الملكي. افتتاح رائع والختام أروع بكل صراحة. فالمغرب أصبح من البلدان الأولى اللي بالإمكان ديالهم ينظموا أي تظاهرة أو أي استحقاق. فتنظن بأن هذا ما بقاش غريب على المغرب.